السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي واخواتي وامهاتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم الصحة واحسن حال. اذكروا الله لا اله الا الله، وصلوا على حبيبنا وشفيعنا في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله. بشكر كل متابعيني اللي معايا في القناة من داخل مصر ومن خارج مصر. معلش لو كنت بأخر معاكم كده في الفيديوهات وكده، معلش لحد كده طبعا ما تتيسر معايا كل حاجة بإذن الله. طبعا فيديو النهاردة يا حبايبي كنت هنا بوريكم شوية كده ملابس جابها خطيب بنتي لشهد. فطبعا اي حاجة جديدة ده طبعا فستان سواريه حبايبي، يعني تلبس يكون فرح شبكة اي مناسبة كده يتلبس فيه يعني. آه، طبعا الملابس دي الحلوة دي طبعا بشيلها طبعا في شهاش شهد، تاخد الحاجات دي جديدة وبتفرشها طبعا مع الفرش ان شاء الله، إن عشنا وكان لينا أجل عالدنيا. طبعا فستان سواريه وليه باضي أبيض كده وطرحة كده برضو بلون الفستان. ودول برضو حبيت أوريكم كده الملابس الحلوة دي. طبعا هشيلها لها طبعا زي ما قلت لكم كده في الجهاز، طرحتين كده برضو، طرحة لبني وطرحة كده يعني يتحطوا، يوجد لها طبعا كام عباية كده، كام عباية بيتي يعني. طبعا العبايات دي حبايبي بنجهزها احنا هنا كده يعني بنجيبها للعرايس، عبايات بيتي بتتلبس كده في البيت. بس طبعا زي ما انتوا عارفين عبايات العرايس بتبقى فاتحة، يعني بتبقى الوانها فاجعة شوية. يعني الالوان دي تركواز بامبا، الالوان دي اللي انتوا عارفينها بتاع العرايس بتبقى فاتحة يعني. اهو ايه رايكم في اللون الحلو ده؟ طبعا دي عبايات صيف يا حبيبي. طبعا العباية التانية دي برضو اتنين، يعني عبايتين نفس اللون بس طبعا الرسمة بتختلف كده. شايفين دي عباية برضو لونها فوشيا كده. بصراحة الخامة بتاعتها جميلة والقماشة طرية يعني. طبعا انا هشيلهم طبعا لحد ان شاء الله بعد كده. انا لسه ما جبتش في الهدوم اي حاجة والله، لسه يعني ما جبتلاش الملابس ولا الملايات وكده والمفارش لسه. كنت هدى بوريكم، قلت افرشهم لكم كده وبعدين اطبقهم كده واشيلهم ان شاء الله. بس الخامة بتاعتها حلوة وطرية. العباية دي يعني عندنا جيلي، جيلي يعني قماشتها طرية، عباية صيفي. دي نفس اللون اصفر بس يعني الشكل غير الشكل يعني. انا طبقتهم كده الشهد بعد ما فرشتهم لكم كده، بس طبعا الهدوم دي بعد كده بتتظبط يعني، فهي هتتبهدل من الاكياس تاني يعني، اللي هتعوز تانية كده تظبيطة كده هتتعمل يعني. ده برضو زي كده نظام دريس كده زي العبايات يعني كده عادية برضو تتلبس في البيت. كل الهدوم دي ملابس بيتي يعني حبيبي. مفيش طبعا الا الفستان اللي هو السواريه دوا ينفع يكون شبكة فرح اي مناسبة كده تلبس يعني. يلا بقى اكتبوا لي دعوة حلوة كده من قلوبكم تيسر اموري وتفرحني وتجبر بخاطري ولكم بالمثل. بشكركم من كل قلبي على دايما جابرين خاطري. ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب، ويجعل الفرح والسعد قدامكم كده وتحت رجليكم. امين يا رب العالمين. ويحبب فيكم الغريب والجريب واللي ماشي على الطريق، احنا وانتم وكل من قال امين يا رب العالمين. عايزة طبعا اقول لكم حاجة. في بعض كام كومنت جوني قبل كده وقالوا لي يا ام محمد اوعي تكوني ظالمة سلفتك، اوعي تكوني ظلماها، لان حرام اللي بيظلم حد. بصوا انا عمري ما اظلم حد ابدا، عارفين ليه؟ انا ماشيه بما يرضي الله. صحيح انا ما كنتش موجوده في البيت لما الدهب بتاع بنتي اتسرق وكده، بس الحمد لله انا كنت واثقه ومتاكده مين اللي اخدت الدهب، رغم اني كنت حاطه تجاره معاها مع بنتي سلفتي. لكن الحمد لله ربنا برأها، وكان قلبي حاسس ان مش هي اللي اخدت حاجه بنتي. وعارفين انا عملت لها انا حبيت على راسها قدام الشارع كله، حبيت على راسها وقلت لها سامحيني، ولو عايزه اي حاجه تعمليها فيا اعمليها، انا جابلاها سامحيني، اهم حاجه ان انت تسامحيني. وانا برضو كان غصب عني لما حطيتها في المحضر وشكيتها، لانها طبعا هي سيئه السمعه، سيئه السمعه من ناحيه السرقه، فاهميني؟ فانا ما كان غصب عني لما حطيتها، قلت ممكن تكون
ساعتها يعني ايه برضو ما كنتش في البيت هنا، فلا شكيت في دي وفي دي. لكن الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، ربنا ابتدى يبين لي في اللي اخدت حاجة بنتي. بصوا انا قلت لكم، اللي يصلي ويحط ربنا في حياته ويقول يا رب، يقول يا رب كده. انا بصلي والله العظيم يا حبايبي، انا بقوم اصلي فرض ربنا كده وادعي كل ما الاذان يأذن في الجامع، ارفع ايدي كده وادعي ربنا، ارفع ايدي واقول يا رب يا جبار اجبرني، يا رب يا ارحم الراحمين، يا رب يا رب يا رب اجبر بخاطري وبين لي في اللي اخدت حاجة بنتي. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ما الاذان يأذن، كل ما اصلي فرض ربنا، ما بديش الا بكده. الحمد لله انا كنت واثقه انها بنت سلفتي اللي جت واخدت راحتها في البيت. وعارفين يا حبايبي، عايزه اقول لكم حاجه كمان، انا ما كانتش كده اصلا، يعني انا ما اكون اعرف ان هي كانت كده بنت سلفتي، هي ما كانتش كده يعني. كانت وانا وهم بنات كانوا قاعدين معايا في البيت وكده، ما كنا بنسيب حاجتنا براحتنا في البيت، وكان بيت عيله وقاعدين في كلنا. فانا عمري ما عمرها ما عملت حاجه زي كده، فانا ما كنتش عارف ان دي اتحولت لكده. يعني ما كنت عارف ان دي البني ادمه دي اتحولت بقت بالمنظر ده. انا ما كنتش دخلتها بيتي وقلت لسيتها واهلها كده، قلت لهم انتوا ما كنا عارفين ان هي بقت بالمنظر ده والطريقه دي، انا ما كنتش دخلتها بيتي ابدا، ما كانتش خطط بيتي. فالحمد لله يعني والشكر لله، ربنا كبير. البيت اللي هم خافوا عليه يتخرب، هيتخرب بإذن الله، بإذن الله يتخرب. هما الدهبات مش هيرجعوا تاني ولا هتقول أبدا عليهم. بس الحمد لله، ربنا كبير. ربنا اسمه الحج، اسمه الحج وبيسهر الحج. اللي كانوا معاديني سلايفي واللي هم اخوات جوزي وكله كان جاي بيقولوا لجوزي تلقاها مرتك، وتلاقاها حطتهم في القناة وظلموني وافتروا عليا وبهدلوني. الحمد لله والشكر لله. دلوقتي مفيش واحدة فيهم قادرة تتكلم، لأن هي ربنا بين لهم حاجات عند أهل جوزها سرقة برضو زي كده. الحمد لله والشكر لله. بصوا مش هقول لكم يعني، بصوا ده لسه ربنا كبير، هيخلص لي ويخلص لي. بيتها ده هيخرب إن شاء الله، بإذن الله هيخرب. اللي حرقت قلبي وقهرتني أنا وجوزي من يوم العيد، من يوم العيد وهي قهرتني، ربنا هيسقيها من نفس الكاس ونفس الحرقة بإذن الله. عارفين ليه؟ الحمد لله والشكر لله. عارف ربنا بيخلص لي ولسه هيخلص لي. حلفانات المصحف اللي حلفتها، دي حلفت على كتاب الله كده، حلفت على كتاب الله كده. لسه حلفانات المصحف دي ربنا هيصرفها فيها ان شاء الله، عشان فيه هو ربنا. انا عمري ما اظلم حد ولا عمري اجي على حد، والله عمري ما اظلم حد. ليه؟ عارفين ليه انا مدخله يعني؟ بصوا، دايما كنت اقول لكم اني في اغلب الفيديوهات بيني وبين ربنا عمار. اقسم بالله زي ما بقول لكم، مش بشكر في نفسي ولا حاجه، لا. بس انا دايما كنت في اغلب الفيديوهات كنت بقول له كده، ان انا لما ببقى في ضيقه وبطلب من ربنا بيستجيب دعائي. بدعي على حد ظلمني وافترى عليا، ربنا بيبين لي فيه. اقسم بالله زي ما بقول لكم كده. ليه؟ بصوا مراعيه ربنا في كل حاجه، براعي ربنا في كل حاجه. ان شاء الله ربنا يخلص لي ويخلص حق بنتي باذن الله، ويخلص حق بنتي. مش هقول لكم برضه انا مش انا بعمل يعني، انا عملت مشاكل تاني عشان خاطر برضه اللي بان عليها ده وبين لهم سرقتها، وعملت حاجات تانية في بيت اهل جوزها بينها لهم. بانت لاهل جوزها ان هي، واتزعطت بخمس عيال، اتزعطت بخمس عيال، مع انها لسه والده قيصر ما كملتش اسبوع، والده توأم قيصر ما كملتش اسبوع، اتزعطت بخمس عيال الساعه 2 بالليل. ان شاء الله ربنا هيخلص لي باذن الله. وحج بنتي وحج اللي ظلموني وافتروا عليا هيرجع باذن الله. بس الدهب مش هيرجع، لانها خلاص مش هتنطق ولا هتطلعهم ابدا. مهما عملت فيها، مهما عملت فيها مش هتنطق ولا هتطلع. بس ربنا يخلص لي منها في الدنيا قبل الاخره. بصوا مش هقول لكم يعني انا حصل لها حاجات انا فرحانه، حصل لها حاجات انا فرحانه. ليه؟ قلبي برد شويه، قلبي برد شويه. الحمد لله والشكر لله. بس عشان ناس كتيره كانت كاتبه لي في القناه تكون ظلماه يا ام محمد، حرام الظلم، اتاكد يا ام محمد. كنتوا دايما بتكتبوا لي كده، متابعين واخواتي في القناه. عمري ما اجي على حد ابدا،
انا كنت الناس تيجي عليا بس ما اجيش على حد يظلمني واقول يا رب انا انظلمت، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس حتى يعني بص مش هقول لكم، انا كنت النهارده عند ابو جوزي وقابلته ورحت قلت له ظلمتوني وافترضتوا عليا وهي بنتكم، كلكم جيتوا عليا، كنت عايزاك تبقى انت ابو جوزي وام جوزي، كنت عايزاكم تبقوا انتوا تقفوا معايا، ما يهمنيش البنات ولا يهمني حد، كنتوا انتوا اللي وقفتوا معايا، كنتوا وقفتوا معايا. لان احنا اللي يدو هقول ايه، قلت لهم اللي يدو في الميه مش زي اللي يدو في النار. قالوا لي يخلف عليك ربنا، هنعمل ايه، هنعمل ايه ومش هنعمل ايه. عملت كتير والله الايام دي، يعني مش هقول لكم انا والله مش بعمل فيديوهات بسبب الحكايه دي يعني والله، واقول يا رب نفسي يوم، لكن هي مش هترجعهم تاني ولا هتقر ابدا بيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. وزي ما قلت لكم لسه ربنا يوريني ويوريني فيها. بس حبيت اعرفكم بس كده اللي حصل لي واللي حاصل هنا يا حبايبي. عملت كده شويه اكل الحلو للعيال كده، جبت 2 كيلو اوراق. الاوراق دي طبعا ايه بتتباع عندنا صبحه بتاعت فراخ، وقطعتهم كده كل ورك كده على حتتين، وعملت شويه ملوخيه ورز للعيال وبالهنا والشفا للي ياكل. عايزاكم بقى تكتبوا لي دعوه حلوه كده تفرحني وتجبر بخاطري، ولكم بالمثل اطيب ناس.